سنة 2021 رصد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر زيادة ضخمة جدا في عدد حالات الطلاق مقارنة بسنة 2020، واللي وصلت نسبتها ل 14.7% مقارنة بالسنة اللي فاتت. وخلال سنة 2021 وصلت حالات الطلاق إلى 254 ألف بمعدل 5 حالات كل 10 دقايق. انت متخيل الرقم؟ ومش كده وبس، كمان أظهرت البيانات زيادة طفيفة في عدد عقود الزواج عن السنة اللي فاتت. ففي سنة 2020 اتسجل 876,015 عقد زواج، وفي سنة 2021 اتسجل 880,041 عقد زواج، يعني زيادة سنوية نص في المية. وبيرجع سبب من أكبر أسباب الطلاق وقلة عدد المقبلين على الزواج هي الحالة الاقتصادية اللي تعرضت ليها البلاد. ونسبة الطلاق الكبيرة دي هنشوف تأثيرها كمان كام سنة لما يطلع جيل كامل مشوه نفسيا، عاش بعيد عن أبوه وأمه وسط مشاكل سببت له أضرار واضطرابات نفسية. في دراسة انتشرت في مجلة Computers in Human Behavior قارنت بين معدلات الطلاق ومعدلات التواجد على السوشيال ميديا في مناطق مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية، واكتشفوا إنه في علاقة كبيرة بين استخدام السوشيال ميديا وبين ارتفاع حالات الطلاق. وعلى حسب البيانات اللي استخدموها في الدراسة اكتشفوا كمان إن الأشخاص اللي مش بيستخدموا السوشيال ميديا بيكونوا أسعد في حياتهم الزوجية، وده لأن مواقع التواصل الاجتماعي خلت الناس تبص لحياة الانفلونسر والمشاهير، وبيبقوا معتقدين إن الجواز لبس وسفر وخروج زي ما بيشوفوا، ولما بيتجوزوا بيتصدموا إن الجواز مسؤولية والتزام، وإن كل اللي بيشوفوه على السوشيال ميديا هو دعاية وشو مش أكتر. وده بيسبب حالة من الملل الزوجي لأن التوقعات كانت عالية ومش ده اللي مستنيينه. ومش بس كده، كمان الأفلام والمسلسلات الرومانسية بيأثروا على الحياة الزوجية، وده على حسب دراسة قام بيها باحثين من كلية بيون بأمريكا. عملوا فيها استبيان على 392 شخص متجوز، حللوا فيها مشاهدة الأفلام والمسلسلات الرومانسية وعلاقتها بالرضا عن الحياة الزوجية، واكتشفوا في الدراسة ان الاشخاص اللي بيتابعوا المسلسلات والافلام الرومانسية بيكونوا اقل التزام واستقرار في الجواز، لانهم بعد الجواز بيكتشفوا ان الحياة مش بالسهولة دي، وبيعيشوا في حالة من عدم الرضا عن الواقع وبيدخلوا في دوامة التعاسة. اتبنت على قصص وهمية اكبر مشاكل فيها بتتحل بجرة قلم من المؤلف. وعلماء النفس كمان أجمعوا أن أهم وأخطر سبب لارتفاع التوقعات هو مشاهدة الأفلام وخصوصا عند الولاد. وعالم النفس جون جوتمان قال في ورقة بحثية إن مشاهدة الأفلام دي بتأثر بشكل سلبي كبير جدا على الحياة الزوجية، وده لأنها بترفع سقف التوقعات بعيد جدا عن الواقع وبتخلق حالة من عدم الرضا. وفي دراسة عملها العالم سموئيل بيري الباحث في علم الاجتماع على 2000 زوج وزوجة، واكتشف إن الأزواج اللي متفرجوش على الحاجات دي بتوصل نسبة الطلاق عندهم ل6%، واللي اتفرجوا بتوصل عندهم ل11%، يعني الضعف تقريبا. التوقعات العالية بشكل عام هي سبب في تعاسة الإنسان وقادرة تفقده المتعة بكل حاجة حواليه، وفي العلاقات الزوجية هي أسرع حاجة بتسبب الملل. وفي مجموعة باحثين في جامعة طهران نشروا دراسة اسمها فاكتورز السكسفول ماريج، حللوا فيها مجموعة أزواج مستقرين ومبسوطين في حياتهم وخرجوا منها بأسباب واضحة للسعادة الزوجية. أهمها إن كل طرف في العلاقة لازم يعمل بدوره ومسؤولياته، ولازم يعرف واجباته بتبدأ منين وحقوقه بتنتهي فين، ونفهم إننا بشر والخطأ ما بيننا وارد، ولازم نكون في جو من التسامح والمشاركة في الوحش قبل الحلو. الراجل لازم يفهم ويقدر التقلبات الهرمونية اللي بتمر بيها الست، والست لازم تفهم وتقدر مخاوف الراجل. ومهما كان مشاغلكم بره البيت لازم تخلقوا وقت وتتواصلوا فيه مع بعض، لان من غير تواصل بيكون الترابط الاسري هش وضعيف، واي مشكلة بسيطة ممكن تكسره. والجواز زيه زي الدراسة والشغل، لو ما عندكوش وعي او مش محضرين ليه كويس هتفشلوا، ولو سمعتوا للناس وتجاربهم برضه هتفشلوا، زي مذيعين التوك شو والبلوجرز اللي بيتحملوا جزء كبير جدا من المسؤولية، لأنهم بقصد أو من غير قصد بيأثروا على عقول المعجبين بيهم بعرضهم لتجاربهم الفاشلة في الجواز، وبيعملوا من قصصهم وتجاربهم مصدر إلهام، وبيزرعوا ده جوه عقلك اللاواعي، وبيشجعوا الشباب والبنات إنهم ياخدوا نفس المسار.
بدل ما يستغلوا مكانتهم انهم يساعدوا الناس في انهم يتجنبوا الاخطاء اللي وقعوا فيها. الطلاق لازم يكون وراه دوافع قوية جدا، لان عواقبه كبيرة ومش مجرد عقد شراكة بين اتنين وانتهى. لان الطلاق معناه تفكك اسري بيهدد التماسك الاجتماعي، بينتشر بعده ظواهر اجتماعية سيئة وزيادة معدلات الجريمة. فكر 1000 مرة قبل الطلاق ومليون مرة قبل الجواز، وده اللي المفروض نعمله في فترة الخطوبة اللي هدفها الأساسي إنك تعرف طباع وأهداف الشخص اللي هتكمل معاه بقية حياتك. لأن الحاجات اللي هتضايقك بعد الجواز هتكون موجودة قدام عينيك بس أنت مش شايفها. وفي الوقت اللي اتفرجت فيه على الفيديو ده، في من حالتين ل4 حالات طلاق حصلت في مصر.